السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد من قناة يوميات أسرة عصرية. إن شاء الله النهاردة هنعمل كيكة جوز الهند على البارد بدون فرن، مكونات اقتصادية ومتوفرة في كل بيت. نبدأ على بركة الله ونقول المقادير وبعد كده نشتغل في التحضير على طول. معايا 2 معلقة كبيرة من كاسترد باودر، كوباية ونص جوز الهند، 4 كوبايات مية، 6 معالق كبيرة من الحليب المجفف الحليب البودرة، نص كوباية نشا حوالي 6 معالق كبيرة برضو، كوباية سكر، معلقه صغيره فانيليا سايله، وهضيف معلقه كبيره من السمنه. عايزه اقول حاجه، لو انت متوفر عندك حليب سائل هتستغني عن ال4 كوبايات ميه و6 معالق حليب مجفف، وهتضيفي 4 كوبايات من الحليب السائل. يا اما تضيفي 4 كوبايات ميه و6 معالق كبيره حليب مجفف، او تضيفي 4 كوبايات من الحليب. هبتدي دلوقتي اخد المكونات الجافه مع بعضها في حله عشان احطهم على النار. جبت معايا الحله، ابتدي اضيف السكر، الحليب البودره، نفس الكوبايه اللي بتعيري بيها عيري بيها كل المكونات. هنا النشا، نص كوبايه نشا، جوز الهند، هضيف 2 معلقه من الكاسترد، معلقه كبيره، 1 2. هقلب المكونات دي الاول مع بعضها. دلوقتي هضيف معلقه صغيره من الفانيليا، وهضيف معلقه السمنه. دلوقتي بقى هضيف الميه. بسم الله. كل ده انا بقلبه على البارد الاول، لازم يتقلب الاول على البارد عشان ما يتكتلش معايا لان فيه نشا زي ما احنا عارفين. دلوقتي بقى بعد ما اتقلب معايا كويس هاخده دلوقتي ارفعه على النار، وهفضل مستمره في التقليب لغايه ما الخليط يتقل معايا. كده انا حطيته على النار وايديا فيه على طول بالتقليب زي ما احنا شايفين كده. اول ما غلى معايا قوامه تقل ومسك نفسه، خلاص كده هنا هطفي عليه. هجيب عندي اي صينيه او قالب اللي هصب فيه الخليط. دلوقتي بقى هسيبها تبرد بره التلاجة، بعد كده هدخلها التلاجة لمده 4 ساعات بعد ما تبرد خالص، مش اقل من كده. ده كده شكلها بعد ما تماسكت معايا. دلوقتي طبعا هقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده شكلها. ممكن بقى تزوقيها على حسب ما انت عايزه. كده انا جملتها بشوكولاته سايحه كده بسيطه، وممكن ترشي جوز الهند بس. تقدري تزوقها بقى زي ما انت عايزه وتحطي عليها فاكهه. كيكه سهله وسريعه وبسيطه جدا واقتصاديه. بتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفيض حنينا دروب الحياة ويشرق فيها شعاع الأمل، وفي رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل.